بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، بعد عقد القران بين المعرس نتنياهو الرجل على زوجته الجديدة كوهينو بن زايد، الآن يعني قبل ليلة الدخلة في هدايا وفي يعني مجاملات وتبادل الذهب وتبادل الألماس والمجوهرات والعطور والهدايا اللي تكون دائما في فترة كتب الكتاب وعقد القران. والمشكلة أن المفروض اللي احنا نعرفه أن الزوج اللي هو نتنياهو هو اللي يقدم هدايا حق زوجته، ولكن لا، احنا الآن في زمن أن الانبطاح والانسلاخ، فكوهينو بن زايد هو اللي بادر الآن بتقديم الهدايا. وأكبر هدية إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الذي صدر في عام 1972 في دولة الإمارات، قانون ينص على عدم التعامل مع إسرائيل ومقاطعة إسرائيل ومقاطعة البضائع الإسرائيلية. وفي هذا القانون اللي صدر في 1972 هناك عقوبات. فصدر فريش طازة توني الحين قبل ساعتين من هذا التسجيل قرار من الشيخ خليفة بن زايد المسكين اللي لا عارف أي حاجة، إنسان عايش ومش عايش، مش في وعيه ومغيب ومو عارفين هو مين. لكن يعني تدرون تزوير التواقيع سهل عند كوهينو بن زايد، فزور توقيعه وطلع قرار باسم خليفة بن زايد اللي هو رئيس الدولة. ينص هذا القرار على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل. فالآن صارت العلاقة حلال وحلال وحلال، والتجارة مع إسرائيل حلال وحلال وحلال، وتبادل البضائع وتبادل السفر و حلال وحلال وحلال. نعم، أصدر الشيخ خليفة بن زايد قرار بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، وهذه أكبر هدية تقدمها الزوجة كوهينو بن زايد إلى زوجها وتاج راسها نتنياهو. عرفت أخواني الأفاضل؟ كذلك الخبر الثاني، يعني في هدية، يعني مو بس أن احنا احنا الإماراتيين نقدم هدايا، لا، أيضا اليهود بيقدمون هدايا. وإيش الهدية اللي راح يقدمونها اليهود؟ بكرة الاثنين، عقب باكر الاثنين تاريخ 31 أغسطس، أول طيارة ورحلة من تل أبيب أعتقد إلى أبو ظبي بطيران العال التابعة لما يسمى دولة إسرائيل. نعم إخواني الأفاضل، الآن تبادل الهدايا والمجوهرات والألماس بين العشيقان. نعم إخواني الأفاضل، نعم. قانون مقاطعة إسرائيل ينقط في الزبالة والآن عادي. والسؤال اللي أنا حاب أوجهه لتجار الإمارات، وخاصة القوادين من التجار، وطبعا تجار الشرفاء خليهم على صوب، وأهل الإمارات الشرفاء خليهم على صوب، ولكن أتكلم عن التجار القوادين. متى الآن يعني احنا يعني السواح اللي راح يزورون دبي ويزورون ابو ظبي يبون يعني شقروات إسرائيل، يبون يشوفون البنات الحلوات، وخاصة أن الصهاينة مشهورين أنهم ملوك الدعارة في العالم. أفلام السكس وأفلام هوليوود وجميلات هوليوود وجميلات دور عارضات الأزياء كلهم يتبعون للصهاينة اللي هم مسيطرين على التجارة والاقتصاد في العالم. نبي نشوفهم قريب في دبي. فمتى إن شاء الله راح تجيبون؟ الآن صار حلال، متى راح تجيبون الشقروات والحلوات؟ كذلك قوادين إسرائيل وقوادين دبي والإمارات متى راح يجتمعون؟ ونبي تبادل في الدعارة والقوادة، أهم شيء. كذلك نبي نشوف البضائع الإسرائيلية متى تكون موجودة، المنتجات الإسرائيلية، الملابس، الأعلام الإسرائيلية، متى راح نشوفها في أبو ظبي؟ متى راح نشوفها في دبي؟ احنا مستعجلين ومتشوقين لرؤية البضائع الإسرائيلية والصهيونية موجودة عندكم في الإمارات. قطرائيلي، أنا قطرائيلي، نعم، أنا قطرائيلي، وأنتوا حلال وحلال وحلال. نعم،
وانتظروا أعزائي المشاهدين الهدايا الأكثر. ولا أبشركم بعد، يقول لكم أن كوشنر الخطابة، أنا قلت لكم في حلقة السابقة كوشنر هو كان الخطابة اللي قامت بدور تجميع الراسين بالحلال، ترامب هو المأذون اللي عقد القران. يقول لكم ان اول طياره اللي هي ستهبط عقب باكر في ابو ظبي راح يكون فيها من المتوقع، وتوقع كبير، ان راح يكون على متن هذه الطائره كوشنر الخطابه اللي هي قامت بدور تجميع الراسين بالحلال ما بين نتنياهو وكوهينو بن زايد. ألف مبروك لإخواننا في دولة الإمارات، ألف مبروك للحزب الكوهيني عقبال ليلة الدخلة، وإحنا ننتظر بفارغ الصبر حفل الزفاف اللي راح يكون فيه بعدها ليلة الدخلة وهتك عرض كوهينو بن زايد. ويعطيكم الصحة والعافية.